كسادية دجاج، هي السندويشة لجوع آخر الليل، من العزابية للطفرانية شغالة بكل الأوقات، عد مو سهلة ورهيبة. الله، سمي بالله وبنستمتع أكيد. بسم الله. أوف 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 أوف، رهيبة رهيبة بكل معنى الكلمة. نص كيلو صدورة وبدنا اياهم يكونوا مقطعين لحجم كثير صغير، وهلا بنبلش بنبهرهم. معلقة صغيرة ملح، بابريكا، ونص معلقة صغيرة ثوم، فلفل، وشوي صغيرة من الأوريجانو. بدنا عصير نص ليمونة وشوية زيت زيتون. خلط خلط يا معلم. مقلاية على النار. بسم الله. وبدنا الكثير من زيت الزيتون. حمي الزيت بنضيف الدجاج وبنحمص يا معلم لحتى يستوي الدجاج. سوى الدجاج بنضيف بصله مقطعه ناعم. بسم الله. زيتة حده وحلوه وبنحمص. واخر شيء بنضيف شويه فطر اختياري طبعا، بس بيعطي طعم كثير طيب. اخر تحميصتين ثلاثه بس وبنطفي النار لانه صاروا عندنا جاهزين. خبز التورتيلا، وكخطوه اختياريه معلقه صغيره من دبس الفليفله بتعطي طعم كثير طيب مع شويه زيت زيتون. بسم الله. والدجاج اللي جهزناه، الله على ريحته يا جماعه، بتجنن بكل معنى الكلمه. واكيد ما في داعي اقول لكم دللوها كثير بالموتزاريلا. بسم الله. وعلى الطرف اللي ضل فاضي عنا بنحط فيه شويه مايونيز، شويه كاتشب. بسم الله. هيك سندويشنا صار جاهز. على فكره انتم مقصرين معي كثير باللايكات والدعم. بتعرفوا انه هي السندويشه عم بعملها لجوع اخر الليل، وهلا الساعه 3 الفجر. وهلا يا جماعه نفس المقلايه اللي حمصنا فيها الدجاج هون لان فيها كل النكهات، بنحمص عليها الخبز. بسم الله. مع كم بخه زيت زيتون. الطرف الاول صار عندنا جاهز، وصوات نحمص الطرف الثاني. بسم الله.